لايف كوتش هي علاقة تبادلية ما بين البيشنت العميل وما بين الكوتش، وبنساعد العميل إن هو يوصل لأهدافه. يعني أنا مثلا عندي مشاكل في الشغل، عندي مشاكل في البيت، عندي مشاكل في الأسرة، دماغي مش متظبطة، فالكوتش ده بيقعد بيسأل أسئلة على أساس الإجابات اللي حضرتك بتجاوبها هو بيفضل يسأل لغاية لما الإجابة تيجي منك انت. طيب هو الكوتش ده أو الكوتشنج ده إحنا بنروح نقعد نفضفض وبعدين في الآخر الكوتش بيقول لنا على الحل؟ أكيد لأ. لازم الحل يطلع منك أنت علشان تعرف أنت بتمشي إزاي، عشان كمان تعرف تنفذ الحل ده. لازم تقعد تعصر دماغك على طول وتطلّع أفكارك. طب إيه يعني الفرق ما بين الكوتش بقى وواحدة صاحبتي والّا الكوتش ومش عارفة مين والّا الكوتش مثلًا وأنا أفضفض مع نفسي؟ الفرق إن الكوتش ده بيكون دارس كويس جدًا عشان يطلّع أحسن نسخة منك، عشان يطلّع منك كل اللي جواك اللي أنت حتى ما أنتش عارف إن هو يكون جواك. طيب هو الكوتش ده مثلًا بيكون دارس إيه؟ والّا هو المفروض إن أنا أخش يكون معاه شهادات إيه؟ في شهادات كتير أوي للcoaching باعتمادات كتير أوي، بس هو معروف الICF ده اعتماد الدولي للcoaching، فأحسن إن هو الcoach ده يكون معاه شهادات معتمدة، ويكون دارس كويس جدًا، وبيكون فاهم وبيعرف يسمعك، وبيعرف يضبط أدواته كويس جدًا علشان يطلّع منك أحسن نسخة فيك. في coach لكل حاجة. في relationship coach هو coach العلاقات، لمّا يكون عندنا مشاكل في العلاقات عامةً، عندنا ولاد صغيرين، عندنا مثلًا أنا أم ومش عارفة أرتّب مع ابني أولوياته، أو مش عارفة أتعامل مع ابني أصلًا، في الbusiness coach، في الcareer coach، في الpositive psychology coach اللي هو بيخلّيك كده مثلًا مبسوط بيطلّع منّك النسخة الحلوة المبتسمة منك. بس الcoach بيساعدك، هي عبارة عن علاقة تبادلية ما بينك وما بينه علشان تطلّع أحسن نسخة منك. أنا معاكم life coach دكتور جرمين حافظ life coach وكمان مُعلِّمة.